شيخ راشد، ذكرت خلال حديثك الآن أنكم تساندون النظام البرلماني على حساب النظام الجمهوري، لأن النظام الجمهوري يسمح للرئيس بأن يتغول وأن يستبد، وهذا ما وقع في. لا نريد أن يتغول حتى وأن يكون إسلاميا، لأنه لو جلس على كرسي الرئاسة اليوم عمر بن الخطاب لتحول إلى مستبد في تقديري، لأنه الصلاحيات لا نهاية لها. لو جلس على كرسي الرئاسة اليوم عمر بن الخطاب لتحول إلى مستبد في تقديري، لأنه الصلاحيات لا نهاية لها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يقول لو أن أو يقول إني أخاف من الله عز وجل أن يحاسبني على ماذا؟ أن يحاسبني على ماذا؟ وهو في المدينة على ناقة تعثر في العراق، لأن عمر لم يمهد لها الطريق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق العادل رضي الله عنه وأرضاه الذي قام بهذه الدولة وكان أول أمير للمؤمنين، عمر بن الخطاب لم يخش من الناس حتى يحكم بالعدل والقسطاس بينهم، لم يكن عليه رقيب، وكانت السلطة بيده تامة يفعل ما يشاء بين الناس، ولكنه يحكم بالعدل والقسطاس بينهم، يحكم بالحق بينهم، ويخاف، انظروا اسمعوا، يخاف أن تعثر ناقة في العراق وهو في المدينة. لماذا يخاف؟ يخاف أن يسأل عنها يوم القيامة، لماذا عمر لم يمهد الطريق لتلك الناقة؟ يخرج علينا اليوم في قناة الحوار ممن هو رأس من حزب الإسلامي في بلادنا، ثم يقول لو أن عمر بن الخطاب كان في النظام الجمهوري اليوم لكان مستبدا. يقول لو أن عمر بن الخطاب كان في نظام الجمهوري، يعني له السلطة التامة، لكان مستبدا، لأنهم لا يعرفون عمر حق المعرفة. وكما نرد على الطالب الفاسق نرد كذلك على من هو يتسمى وهو من أعلى الهرم في حزب الإسلامي في بلادنا يتكلم. ما الذي يجعلك تتكلم وتعطي مثالا بعمر بن الخطاب؟ لماذا؟ ألم تجد إلا الصحابة رضي الله عنهم؟ فلم تجدوا إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تضرب بهم الأمثال للفساق والفجار. وإنما هو تنازل في كل مرة، وتنازل عن ثابت من ثوابت الدين. من أجل ماذا؟ من أجل تصفيق الشعب، ومن أجل نيل رضوان الناس لا رضوان الله تبارك وتعالى. من أرضى الناس بسخط الله سخط عنه الله عز وجل وأسخط عنه الناس، ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هؤلاء صحابة رسول الله، هؤلاء هم الصحابة. لا يجوز للإنسان أن يتمسح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنقص وبسبهم ولو على سبيل التعريف. ألم تجد إلا عمر بن الخطاب الفاروق؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل عمر من الطريق واعترضه الشيطان فر الشيطان من عمر. يأتي أحد ملوك الكفار ويبحث عن عمر، أين يجده؟ عمر أمير المؤمنين لم يكن في قصره كهؤلاء، ولم يكن في سيارته الفاخرة كهؤلاء، وإنما كان يستظل تحت شجرة. فقالوا له هنالك، إن هنالك تحت الشجرة. قال هذا أميركم، هذا رئيسكم. قال نعم. فقال له حكمت فعدلت فهنئت فنمت. حكم فعدل بين الناس فكان هنيئا فنام وهو مرتاح البال. لماذا؟ لأنه عادل بين الناس.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه